بقول للناس اللي توقعوا تعادل الزمالك مع المصري 1-1، وبقول للناس اللي توقعوا خسارة الزمالك من المصري 1-0، معلش معلش سهرناكم معانا يا ليلى. ايه الحلاوة دي؟ ايه اللياقة والفنيات دي؟ ايه اللي بتعمله ده متعب جمال؟ ولا ايه ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، سهرناكم معانا بجد. هقول لك انت مين عامل لي كمين اندرتيكر واخوه كين صاحي الصبح لكن مستني يريح الشغل. ايه ده؟ ايه ده الزمالك جه بالبضاعة وغلب المصري 4 يا ليلة. هقول لك يا سيدي كل التغييرات وكل الاستحواذ بتاعت نادي الزمالك. اسمع، في الدقيقة 71 خروج أحمد فتوح ونزول أحمد شريف. في الدقيقة 86، لا في الدقيقة 88 عشان نبقى حقيقيين بقى، ما هي استحواذ الله. لا بص انا فرحان، ما تعتبنيش على اي غلطة ارقام، ده احنا غالبين 4. ايه ده؟ الفرق ما بيننا وبين الاهلي هدف واحد، والفرق ما بيننا وبين الاهلي 6 نقط، والفرق ما بيننا وبين البيراميدز 3 نقط. اسمع يا سيدي اسمع، الدقيقة 88 خروج اخوان الفينا بزيرة ودخول محمود الونش. ازاي يعني دفاع مكانه؟ مش عارف، انا مش فاهمها دي انا. الدقيقة 89 خروج ناصر منسي ونزول عمرو ناصر مهاجم بمهاجم. الدقيقة 89 خروج عبد الله السعيد. يا سلام على عبد الله السعيد، ايه الحلاوة دي؟ شفت الاسيست اللي عمله لحسام عبد المجيد؟ ولا اروع من ضربة ركنية. في الدقيقة 89 خروج عبد الله السعيد ونزول محمود جهاد. واحصائيات المباراة هقول لك: الاستحواذ الزمالك 61، المصري 39. ايه ده؟ يعني احنا فايزين 4 وكمان الاستحواذ لينا؟ يا عم ازاي انت هتخليني اهرش في دماغي؟ ده مش الزمالك. اي ده المخالفات الاخطاء: المصري 12 الزمالك 9. الركلات الركنية الزمالك 6 والمصري 2. يا جماعة ازاي ده احنا فايزين؟ احنا ايه ده احنا بنهاجم كمان الله. الركلات الحرة الزمالك 12 والمصري 9. رميات تماس الزمالك 15 والمصري 15. حالات التسلل الزمالك 4 والمصري 2. ظبطنا التسلل في الشوط الثاني الحمد لله. بطاقات صفراء المصري 1 والزمالك لا شيء. 4. يا نهار ابيض ازاي؟ حموت من الفرحة. معلش يا اهلاويه سهرناكم معانا، معلش يا زملكاويه. بص يا زملكاويه، اعذروني يا زملكاويه، انتوا على دماغي. ايه حلاوه الجمهور ده؟ ايه حلاوه الجمهور ده؟ برغم ان هو جمهور قليل بس فين جمهور المصري؟ انا كنت شايف 3-4. جمهور المصري ده احنا بنلعب ايه ده يعني؟ انا مش عارف، انا جمهور المصري وشفت واحد بيعمل زعلان على النتيجه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. هقول لك يا سيدي، ياه شفت ناصر منسي؟ شفت الهدف اللي سجله ناصر منسي؟ الهدف الثالث. سيبك من الاول ده لا خلينا وسيبك من الثاني. بص خلينا ايه في الهدف الثالث. شفت اللفه بتاعت ناصر منسي؟ شفت وزير بو في المقص. يا نهار ابيض، بقول لك الزمالك جه بالبضاعة وغلب المصري 4. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه ده؟ انا مش مصدق يا جماعة، بجد بجد انا فرحان. احنا خلاص يعني بنحافظ على الاستحواذ، بنحافظ على الصدارة، بنحافظ على التقدم. ما بيننا وبين الاهلي 6 نقط، ما بيننا وبين ان شاء الله. معلش عارفين اللي هيحصل في ماتش الاهلي سيراميكا كليوباترا؟ 11 لعيب، 11 لعيب يا مفتري. اصابات على توقف انذارات. ليه ده انت فرقه كامله قصاد الاهلي. تخيل بقى لو سيراميكا هيلعب قصاد الزمالك واعلن ان هو 11 فريق انذارات وتقوى وتوقف. تعالوا شوف الاهلاويه بقى عاد واللي هيقولوه والشتيمه والتفويت. يا نهار ابيض. وايه بقى؟ تعالوا شوف بقى اللي قالوه على الحكم محمد معروف ان هو هيفوت، ويقول لك يا ترى ضربة الجزاء هيحسبها امتى للزمالك؟ في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني؟ للدرجة دي؟
ما تخلينيش اتكلم على الحكم بقى، عاد هقول لك استنى استنى. يحكى انه لو عايز الاهلي يفوز هاتلو محمود البنا. يا اعلام طبل كمان وهات حكام معرفش بكام. مين فينا البادئ كدبوا الصادقنا نادي المبادئ هاتلو حكام علشان يفوز. افريقيا نسيوني حكام ظلموني، انا حكسب دوري ازاي وفي امثال بسيوني. دي خيبه والله شطاره، ما فيش مجلس اداره، لازمني يجيب حكام علشان الاهلي والصداره. يا فلنا يا حمرا ده اكيد مؤامره، علشان استوعب اللي بيحصل لازم اشرب خمره. يا حمرا مالك تاريخنا الزمالك، مفيش حد اصحاب النادي الجمهور هو المالك. شوية حرامية ما تصفوا النية علشان الاهلي يفوز الايد الناشفة تبقى طرية. راجعين كالعادة حضرات السادة، النادي الاهلي في الدوري اكبر مفسدة. يا نهار ابيض ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. لا 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 ده شو ده، احنا فرتكنا المصري. انا بصراحة كنت خايف ومرعوب. في اول ربع ساعة المصري ايه ده مستحوذ، المصري هو اللي ماسك الكورة. المصري في اول ربع ساعة سجل فينا هدف، انا حطيت ايدي على دماغي قلت الصدارة راحت منينا، الصدارة راحت منينا. رجعنا في اخر ايه بقى، اخر تلت ساعة من الشوط الاول وهدف والله اروع. يا سلام يا سلام، والزمالك عدل المباراة وبقينا 1-1. وفي اخر 5 دقايق يا سلام على الكورة دي بتاعت عدي الدباخ، لمسها لمسة كده تمام من اسست والله اروع من اخوان الفينا بزيرة في الشوط الاول، والهدف الثاني وزيربو وخلص الشوط الاول. نجي للشوط الثاني تعال بقى اتفرج على الجون الثالث بتاع ناصر منسي. لا ده انا قبل ما انام لازم اتفرج على الجون ده تاني وثالث ورابع، وركز على الرابع. الزمالك طلع للرابع، داس للرابع خلاص. تعال شوف بقى الهدف الثالث بتاع ناصر منسي، خد على صدره ولا ده ثبتها كمان على رجله، وبعد كده راح لف وزربوه. حسام حسن برغم ان احنا لعبنا مع السعودية وغلبناهم 4-0، 4 لا شيء يا مفتري، ده انت غيرت لعيبة المنتخب كلها وجيت عند ناصر منسي وجيت عند حارس المرمى بتاع الزمالك المهدي سليمان. طب شوفهم يا اخي، جربهم يا اخي، ولا انت واخدهم في المنتخب عشان خاطر بس ما حدش يتكلم ويقول لك حسام حسن ده بيظلم اللعيبة، حسام حسن ده بيفضل ناس على ناس عشان خاطر ما حدش يتكلم على حسام حسن. طب ما بيتكلموا يا اخي. بص لناصر منسي، بص ما يا اخي خليك راجل عادل، خليك. طب يا عمي في ماتش اسبانيا نزل ناصر منسي، يمكن يعمل لك حاجه، يمكن يحدث الفارق. والله يا اخوانا لعيب جامد، لعيب بسم الله ما شاء الله. ليه مش هقول لك اسطوره، بس بيجتهد وربنا بيكرمه. يا حسام حسن بص لناصر منسي، بص للمهدي سليمان. يا عمي عواد ظلموه، عواد افتروا عليه، عشان كده بطل في التدريبات. حسام حسن ما خدوش، ما راحش المنتخب، ولو راح كانت هتبقى بص يعني رفع النفسيه للعيب. انا معاك ان شوبير بالنسبه لي انا افضل حارس مرمى في مصر، الحق يتقال، دي ما فيهاش علاقه ولا زمالك ولا اهلي ولا انتماء، انا لي علاقه بانتمائي لمنتخب مصر بس من بعد الزمالك. حارس مرمى بسم الله ما شاء الله عليه، والراجل ده هيحترف بره عشان تبقى عارف، ده مش هيقعد في الاهلي تمام. زي ما اليو ديانج مشى من الاهلي ببلاش من غير فلوس تمام. مش هقول لك ان هو ماشي ببلاش، مش هو اللي مش هياخد فلوس، النادي الاهلي مش هياخد فلوس، بس الراجل زي ما قالوا زيزو مشى من الزمالك ببلاش وراح للاهلي ببلاش، اليو ديانج برضو ماشي ببلاش وراح للنادي الاسباني متهيجلي يعني ببلاش. وخلي بالك اليو ديانج جاء فيه 6 مليون دولار والنادي الاهلي مرضيش، وسبحان الله اللي حصل في زيزو حصل برضو في اليو ديانج. يا عم سيبنا من الاهلي بقى، انا فرحان النهارده عيد. اوه. يلا اخبط اللايك، اخبط الشير، صلي على رسول الله وقول لي توقعاتك
في الماتش القادم. والزمالك هيعمل ايه في الدوري؟ الزمالك هيعمل ايه في الكونفدراليه؟ على فكره الماتش ده بسم الله ما شاء الله عليه رفع مستوى ورفع لياقه، رفع بدني، رفع نفسيه للزملكاويه، للاعيبه كلها، اللعيبه كلها على فكره. يعني قبل الماتش الحزين ده اللي هيتلعب في الكونفدراليه. بص، ممدوح عباس راصد مكافآت لكل ماتش في الدوري، الزمالك هيفوزوا هياخدوا مكافآت. يعني هم خلصوا خلاص اوضه اللبس في نفس اليوم، ممدوح عباس وكمان الاداره كمان هتديهم مكافآت غير ممدوح عباس. اخبط اللايك، اخبط الشير، فعل زر الجرس، اشترك في القناه، صلي على رسول الله، وقول لي توقعاتك الزمالك هيعمل ايه في الدوري. سلام عليكم.